بالسما منظر أنفة بياخد العقل. البحر الأزرق، صخور والمباني البسيطة على الشط، ودايماً ريح البحر بدها تحكي حكايات. من هون من داخل أنفة بدنا نمشي بين الحارات، نشوف البيوت القديمة، نلمس الحجارة، ونحس بنبض الزمن يلي باقي موجود بين حي وحي. وهون مطرح ما البحر بيحضن البر بحب ما بيخلص، تمتد تحت الريح قطعة من الحلم وريحة راحة البال. المي فيروزية تجي بتغمر الصخر العتيق كأنها عم تحكيله قصص من زمان، والنسمة بتمر هيك بخفة مثل حدا راجع عبيته وبيعرف الطريق من قلبه. ننتقل لدير سيدة الناطور، دير عريق من عهد الصليبيين تابع للرعية الأرثوذكسية، وهو من أبرز المعالم الدينية بأنفة. دير بيوقع على راس البروز الساحلي بأنفة، وهو مرتبط بأديرة البلمند تابعة للبطريركية الأرثوذكسية. بيحكوا أنه دير سيدة الناطور بني بواسطة الرهبان السيسترسيين، والداخلية فيه تشبه لحد كبير تصميم السيسترسي بدير البلمند. وخلال الزمن تعرض لهجمات كتيرة، مثلا بالقرن الثامن عشر تعرض لهجوم من القراصنة الفرنسيين، وبالحرب العالمية الأولى تعرض للقصف البحري. بالقرن التاسع عشر سمح بإعادة بنائه، والدير امتلك أراضي ومزارع، بس خسر مين كان بقوده. وببدايات القرن العشرين توقف العمل الرهباني فيه لفترة، وبما أنه مهجور قامت الأخت كاترين الجمل سنة 1973 بالانتقال له والبدء بترميمه وأحيائه من الخراب. نوصل لساحة جبران مكاري، ساحة حلوة كتير بأنفة، ملتقى الناس، مكان للتجمع والاستراحة، بتطل على البحر وبتعطي إحساس بالانتماء للمكان. هيدي الساحة صارت مع الوقت نقطة محورية للتجول واللقاءات والمناسبات الصغيرة بأنفة.
وإذا مشيت شوي بعيد عن البحر بتبلش تشوف الملاحات المشهورين بأنفة، مثل بحيرات صغار مرسومين بإيدين الناس ليحولوا مية البحر لذهب أبيض. الملاحات بأنفة مش بس مطرح بينعمل فيه ملح، هن قصة تعب وصبر وذاكرة ناس عايشين عمرهم بين المي والشمس. وعلى الغروب تلمع حبات الملح على السطح مثل نجوم النازلة ليروحوا مع الأرض، وبين الأزرق والزهرة والذهبي تتشكل لوحة ما بيرسمها غير البحر والزمن والملح سوا بمطرح واحد بأنفة. بهالمنطقة في كنيسة القديسة كاترينا. هيدي الكنيسة رومانية الأصل بتعود لعصور الصليبيين، وهي تقريباً الكنيسة الرومانية الوحيدة المتبقية بلبنان. بنيت ضمن الفترة الصليبية وبعدها تم ترميمها بالقرن ال17 من قبل الأهالي، وأصبحت مكرسة للقديسة كاترينا.